في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. كشفت تقارير إعلامية عن موقف عدد من لاعبي الزمالك المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط حالة من القلق داخل الفريق بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية. ووفقا للتقارير فإن الجهاز الطبي في الزمالك بيتابع بشكل مستمر حالة الرباعي عمر جابر والبرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بن تايج، بالإضافة إلى محمد السيد بعد الإصابات المختلفة اللي تعرضوا ليها مؤخرا. التقارير أوضحت إن خوان بيزيرا شعر بآلام خفيفة في عضلات الحوض خلال الفترة الأخيرة، لكن حالته مطمئنة بشكل كبير، واللاعب أصبح قريب جدا من الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباراة النهائية، خصوصا إن الجهاز الفني متمسك بوجوده باعتباره من العناصر المهمة في الفريق. أما عمر جابر فما زال يعاني من إصابة في العضلة الضمة وسط محاولات مكثفة من الجهاز الطبي لتجهيزه، لكن فرص لحاقه بالمباراة حتى الآن تبدو ضعيفة، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في عدم المجازفة باللاعب خوفا من تفاقم الإصابة. وفيما يخص المغربي محمود بن تايج، أكدت التقارير إن اللاعب تعرض لجرح قطعي خلال الفترة الماضية، لكنه تعافى بصورة كبيرة وأصبح جاهزا بشكل طبيعي للمشاركة مع الفريق في اللقاء المرتقب. بينما يبقى موقف محمد السيد هو الأكثر غموضا بعد تعرضه لالتواء في الكاحل، حيث تشير التقارير إلى أن فرص غيابه عن المباراة أصبحت كبيرة في انتظار الحسم النهائي لموقفه خلال الساعات المقبلة. ويحاول الجهاز الفني للزمالك